متابعينا الكرام، السلام عليكم. معكم عبدو. من مده وحنا كنسمعوا واحد الكلمه ديما كتكرر، كلمه اللوبي المغربي، وبزاف ديال المرات كنسمعوا في قنوات دوليه وعلى لسان بعض الاعلاميين كيقولوا اللوبي المغربي تدخل باش يحل واحد القضيه من القضايا، اللوبي المغربي ساهم في العرقله ديال واحد القرار كان غادي يصدر ضد المغرب في مجلس الامن، اللوبي المغربي ساهم في حل واحد الازمه سياسيه بين المغرب وبين واحد البلد معين، اللوبي المغربي نجح في اقناع بعض المستثمرين باش يديروا مشاريع معينه في البلاد، اللوبي المغربي كذا وكذا الى اخره. وبغينا نعرفوا شكون هو هذا اللوبي المغربي. اللوبي المغربي هو واحد المجموعه ديال واحد الاشخاص او مؤسسات دايرها المغرب في واحد البلاد، اللي الدور ديالها هو باش تلمع الصوره ديال المغرب وتدافع من تحت الدف على المصالح ديال المغرب. كاين اللوبيات على حسب القطاع اللي شاده فيه او الاختصاص ديالها. كاين اللوبي اللي الدور ديالو اقتصادي سياحي، كيدير واحد الترويج باللي البلاد بانها مستمره وفيها الامن والامان وبانها غاديه كتقدم، وكيروج واحد الصوره حسنه على البلاد، سواء بواسطه شبكات التواصل الاجتماعي او بواسطه محطات اذاعيه. وكاين اللي الدور ديالو ثقافي، كيعرف بالثقافه المغربيه وكيقوي العلاقه ما بين المغرب وما بين ديك البلاد. وكذلك كاين اللي الدور ديالو كيكون متعلق بالقضيه ديال الوحده الترابيه، قضيه الصحراء المغربيه، كيدافع عليها في بعض المحافل الدوليه. وكاين اللي الدور ديالو اللوبي اللي الدور ديالو سياسي، واللي كيكون عنده مجموعه ديال الضغط كيتحرك باش يعرقل اي قرار يكون ضد المغرب او قضيه حقوق الانسان. وهاد اللوبيات كتخلص من الدوله اموال طائله بالملايين. واللوبي المغربي كيختلف من بلد لاخر. الا شدينا هاد اللوبيات كاينه هي جوج ديال النواع. كاين النوع الاول اللي كيتسمى اللوبي المغربي قوي، يعني كيكون قوي وكيكون فعال، يعني كيكون عنده اتصالات مباشره بمسؤولين الكبار في ديك البلاد، كيكون شاد خيوط على الاتصال بالرؤساء الكبار باش يضغط على اصحاب القرار في هذه البلاد، والناس ديالو محترفين. وكاين النوع الثاني هو اللوبي مغربي ضعيف، يعني كيكون متواجد في ديك البلاد ولكن ما عنده حتى تاثير، كما كيقولوا غير داوي خاوي، ما فيديش لا اقتصاديا ولا ثقافيا ولا سياسيا ولا حتى اعلاميا. وكيفاش كنعرفوا بان هذا اللوبي قوي ولا ضعيف؟ المقياس باش تعرف على هذا اللوبي واش قوي ولا لا، وهو بالتقييم ديال النتيجه ديال التحرك ديالو. يعني هاد التحركات اللي تيدير الا عطات نتيجه يعني هذا راه قوي، ولا جميع التحركات ديالو هو ما كيتحركش ولا تحرك ما كيعطي نتيجه فهو لوبي ضعيف. الا كانت التحركات ديال هذا اللوبي كتاثر على اصحاب القرار في هذه البلاد، يعني عنده خيوطه متصلين بالرؤساء الكبار، فهو لوبي قوي. ولا كان هذا اللوبي وما عنده حتى اتصالات بالرؤساء الكبار، يعني غير داوي خاوي، كيتخلص وما كيدير والو، لا يحرك ساكنا، هذا كيتسمى لوبي ضعيف. السؤال علاش كاينين بزاف ديال اللوبيات اللي زرعهم الدوله في كثير من البلدان كيتخلصوا الاموال الطائله وما كيديروا والو، ما عندهم حتى تاثير، ومع ذلك الدوله باقيه كل عام كتخلصهم الاموال بالملايين، ماشي ملايين الدراهم، ملايين الدولارات. الا جيتي تبحث في هذه القضيه غتلقى جوج احتمالات. الاحتمال الاول، اما الدوله ولا دوك المسؤولين اللي زارعينهم في هذه البلاد ما مهتمينش، باغيين غير السميه، كيقولوا بيلا راه عندنا لوبي في هذه البلاد، وما متبعينش وما مقيمينش النتيجه ديالهم. وكاين الاحتمال الثاني، اما هاد المسؤولين اللي زارعينهم عارفين بلا ما كيديروا والو وما كيأثروا ما والو ومخلينهم، يعني دايرينهم كبزنس. هاد اللوبيات متنفعين بهم، دايرين كوسيله للربح، يعني واخدين حقهم من هاد الوزيعه، من الاموال الطائله اللي كيشدوها كيخلصوا هاد اللوبيين وكيتنفعوا حتى هما، كياخذوا حقهم من هاد الوزيعه ومن هاد الكعكه، يعني دايرينهم كمشروع كينهبوا المال العام. حنا اللي كنطالبوا هو باش يتوضح الحقيقه في هذا الموضوع، باش لانه كاينه مجموعه من اللوبيات في بلدان معروفه هي اللي من سنين ما كتعطينا نتيجه لا تاثير، ما كيديروا والو، وكيتخلصوا اموال بالملايين من اموال الشعب، من الاموال ديالنا حنا. بغينا يتوضع تحقيق فين كتمشي هذه الفلوس ويتحاسبوا المسؤولين عليهم ويكشفوا على الثروات ديالهم، من اين لك هذا. وكنطالبوا كذلك الدوله وهاد المسؤولين واللي باغيين يلمعوا الصوره ديال البلاد من برا وكيهتموا بالمغرب من برا باش يبينوا الخارج بالصوره حسنه على المغرب وان المغرب مزيان وكل شيء بخير وكل شيء عايش مزيان. كما كيهتموا بالصوره ديال المغرب من برا كذلك يهتموا بالمغرب من الداخل، ويشوفوا اش واقع في البلاد المزوقه من برا، اش اخبارك من الداخل، يشوفوا اش واقع الشباب اللي قرا حتى عيا وما لقى فين يخدم، يشوفوا السبيطارات اللي الناس فيها كيعانيو، والتعليم العمومي حدث ولا حرج، والناس والاطفال المشرده بقاو في الجرادي ناعسين في واحد الحاله يرثى لها. وكنطالبوا هذه الدوله كل مدينه يديروا فيها مراكز باش يحضنوا هاد الاطفال وهاد الناس اللي ما عندهم فين يعيشوا، يلقاو فين ياكلوا ويشربوا ويدوشوا، لان كاع المواطنين في هذه البلاد عندهم الحق باش يعيشوا كيف الناس العاديين. حيت ماشي معقول كتصيب ناس في الدوله ما كيديروا والو، كيتخلصوا الاموال الطائله. علاش؟ حيت كتصيبوا فلان ولد فلان ولا محسوب على فلان المحسوبيه، وناس مساكن مهمشين ناعسين غير في الزناقي، ما لقاو لا خدمه لا سكنه ولا من يشفق عليهم. وما تنساوش تبارطيجيو معنا هذا الفيديو باش توصل هذه الرساله. وكان معكم عبدو ام انكا، والسلام عليكم.